السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. بقالي كتير جدا ما طلعتش بوشي في الفيديوهات. طبعا يعني كان في ظروف كده كانت مانعاني ان انا اطلع بوشي. يعني انا طبعا عندي مراحل تعليمية صعبة شوية، فكنت اعمل الفيديو لو هطلع بوشي كان هياخد معايا وقت كبير، فكنت اعمل الفيديو عشان الوقت ما يطولش معايا، فكنتش بطلع بوشي. عندي ثانوية عامة، ادعوا لي بقى يا جماعة ويا رب ينجح كل الولاد. ابني في ثانويه عامه وعندي اعداديه وعندي سنه رابعه، وما ادراك ما سنه رابعه. سنه رابعه دي حاجه كده كارثه كده قوميه رهيبه، كل اللي عندهم سنه رابعه عارفين انا بتكلم في ايه. فطبعا انا الحمد لله ولادي خلصوا امتحانات الترم، فقلت لا اطلع بقى بالفيديو ده بوشي لانكم فعلا وحشيني جدا، وبتمنى ان انا الفيديوهات اللي جايه باذن الله اطلع معاكم ونتكلم مع بعض وندردش مع بعض، وباذن الله اللي جاي احسن باذن الله. بصوا انا عايزه اقول لكم ان الفيديو بتاعي النهارده ده انا ممكن كنت صورته عادي كده من غير وشي معاكم، بس حبيت ان انا اطلع بوشي معاكم فيه لانه فعلا موضوع مهم وشغل الناس كلها الفتره دي، لانها فتره صعبه جدا والناس كلها عماله تتكلم على الموضوع ده. ايه هو الموضوع اللي الناس كلها بتتكلم فيه؟ هنتكلم فيه دلوقتي. بس طبعا لو اول مره تشوفيني او اول مره تدخلي تشوفي قناتي يا رب تعجبك، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه علشان ان شاء الله اي حاجه جديده اعملها توصل لك. اتمنى بجد ان انتوا تدعموني علشان انا مش هكبر غير بيكم. نبتدي كده الفيديو ونتوكل على الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن الغلا. الغلا اللي احنا بقينا فيه تقريبا كده، مش كل يوم، تقريبا كل دقيقة في غلا. خلاص انت لو نزلتي اشتريتي حاجة امبارح بتيجي تاني يوم تلاقيها بسعر تاني خالص، مش زيادة جنيه ولا 2 جنيه ولا 5 جنيه، بتلاقي سعر وهمي عن اليوم اللي قبله. دي كارثة بجد، كارثة. انا عارفه ان انتوا الموضوع ده تعب الناس كلها، بس طبعا تفتكروا ان احنا هنعمل مقاطعه ومش هنجيب ومش هنشتري؟ لا، مش هينفع. بنجيب لان احنا عندنا اولاد، طبيعي هناكلهم، طبيعي هنشوف طلباتهم، ده شيء طبيعي. مفيش حاجه اسمها ان احنا مش هنجيب، لا بنجيب. بس طبعا بنحاول ان احنا ندور على الحاجه اللي تكلفتها على قدنا. يعني لو في حاجه فيها توفير 2 3 جنيه 4 جنيه، يعني بص انا بتكلم بالجنيه اللي مبقاش ليه 3 لازمه، بس طبعا مع كميه هتفرق معاكي جدا. فانا طبعا اكتشفت مكان حد قال لي عليه، بجد لقيت فيه حاجه بالنسبه لي كانت ايه ده يعني، واتبسطت جدا. حاجه احنا كلنا اما بندخل السوبر ماركت يقول لك مالكش فيها غير قطعتين لكل عميل، قطعتين لكل عميل. يلا اوريكم الحاجه اللي انا رحت وشفتها. الرز يا جماعه، الرز ده احتياج كل بيت، وما ينفعش بيت ما يبقاش فيه الرز. الرز ده من اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجوده في كل بيوتنا. طيب لما ادخل سوبر ماركت ويقول لي مالكيش غير 2، ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا، ولا هيكفيني. طيب لما اروح بقى المكان دوت والاقيه، طبعا ممكن ناس تقول لي طب ما هو سعره رخيص. انا هقول لكم طبعا السعر اكيد الرزايه وحشه، لا بجد الرزايه ممتازه، ولا مكسره ولا اي حاجه. وهوريكم دلوقتي، هفتح كيس معاكم وهوريكم الرزايه عامله ازاي. فعلا ممتاز. وجربته روعه. دلوقتي الرز ده بكام سعره؟ ب 15 جنيه، ب 15 جنيه. طبعا لما بتجيبيه من اي عطاره، مكان عطاره، بتلاقيه ب 20 السايب 19، بيحط لك كده درجات من الرز 19 20 كده. في السوبر ماركت لسه من كام يوم كنت سائله، قال لي ب 18 جنيه. ب 18 تاخدي قطعتين بس، عايز ان هو بقى 18 كده ايه سعر هايل، خليكي قطعتين فقط بس. 15 جنيه يا جماعه يعتبر سعر هايل في الغلا اللي احنا فيه دوت، وطبعا مع تفاوت اسعار الرز يعتبر حلو جدا، وبتاخدي الكميه اللي انت عايزاها. الوقت دوت انا عارفه الناس كلها بتجيب على قد احتياجاتها، بس في حاجات كده لازم تجيبي منها وتشيليها. كل سنه وانتم طيبين، خلاص هتلاقوا الشهر جري ودخلنا على رمضان.
يا رب كده يعود عليكم الايام بخير ويدخل علينا باليمن والبركات، ويا رب كده حال بلدنا يتصلح واحوالنا تبقى تمام والاسعار تنزل، وان شاء الله دخلة رمضان تكون خير علينا كلنا. جربته لقيته هايل ممتاز جدا. فين المكان ده منفذ بيع القوات المسلحة اللي هو في رمسيس. في رمسيس لو هتركبي مثلا المترو رايحة بعربية خلاص، ما هو معروف طبعا في رمسيس جنب مسجد الفتح، معمول شادر كبير جدا، منفذ البيع بيبيعوا حاجات كتير في اسعار كويسه، وفي اسعار الصراحه زي بره بالظبط. يعني الزيت انا كنت فاكره ان هلاقي زيت رخيص، لا لقيته سعره زي بره بالظبط، مفيش اي رخص ولا اي حاجه. انا طبعا رحت ما لقيتش الزبده، كانت خلصت، الناس سحبت منها جامد جدا فما لقيتهاش، كنت اتمنى ان انا الاقيها عشان اجيب منها، بس الحمد لله لقيت الرز وجبته. تعالوا اوريكم بقى الرزايه عامله ازاي. ده شكل الرزايه بقى يا جماعه. بصوا عايزه اقول لكم ولا متكسره ولا اي حاجه، الرزايه حبايه حلوه اهو، جميل جدا بجد والله، يعني عن تجربه هايل 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 يعني. ف يعني انصحكم انكم تروحوا تجيبوا لكم شويه كده علشان هينفعوكم جدا. يكون الفيديو بتاعي خلص، اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تروحوا وتشتروا الرز الجميل دوت، وما تنسونيش بقى في اللايك الجميل اللي بيساعدني، واشتراككم في القناه، ودعمكم ليا، وتعليقكم الحلو اللي بجد بيسعد قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.